مش نرجع لركلة الجزاء مع كابتن ربيع العفوي لأنها مهمة جدا، لأنه هناك من شكك حتى في ركلة الجزاء. أنا قريت عديد المقالات وعديد الإعلاميين، هناك من قال أنه ممكن حتى حفاظا على صورة المغرب في هذه الكأس الإفريقية وفيلم دراماتيكي وهيتشكوكي، فيلم على الطريقة الهندية، أنه تعمد دياز التسديد بتلك الطريقة على بانينكا حتى يذيع ركلة الجزاء. أترك لك التعليق كابتن ربيع العفوي. أنا بداية لن أدخل في هذا الجدال إذا ما تعمد حفاظا على سمعة الكرة المغربيه، والأكيد بأن سمعة الكرة المغربيه يعني لا تستحق، يعني من خلال ما شاهدناه ومن خلال يعني الحضور الشعب المغربي لكل المباريات ومؤازرتها للمنتخبات الإفريقية. لكن أنا قبل ما نجاوبك على ممكن طريقة تسديد ركلة الجزاء، كيف يعقل أن يستمر اللاعب طيلة الوقت الأصلي وكان بذلك الأداء الكارثي في مباراة النهائية؟ هذا هو التساؤل، لأنه لاحظنا بأن إبراهيم دياز منذ بداية البطولة أعتقد كان من أبرز اللاعبين، يستنزف كثير من الطاقة من الأداء البدني العالي الذي لم يتعود عليه هو شخصيا. كذلك في نقطة دائما ما كنت أتكلم عنها وأقف عنها، بأن إبراهيم دياز يفتقد إلى التنافسية لدقائق المعدودة مع فريق ريال مدريد، وهذا كان واضحا خاصة في مباراة نيجيريا. مباراة نيجيريا مرت بسلام رغم أن دياز قام بأدوار دفاعية كبيرة وكبيرة جدا، لكن على المستوى الفردي على المستوى الفني لم يظهر ممكن كما ظهر بالمباريات الماضية، وآخرها كانت مباراة الكاميرون. ثم أنا شخصيا كنت أنتظر بعد الجولة الثانية أن يتم تغيير ممكن هذا اللاعب. في رأيي الشخصي كان يستحق أنه أول لاعب يتم تغييره وإبراهيم دياز على مستوى تجديد الدماء، لأنه لم يكن على المستوى البدني، لم يكن على المستوى الفني، وبالتالي حتى على المستوى الذهني الأكيد بأنه لما تصل إلى تلك ركلة الجزاء لا تكون يمكن حاضر على المستوى الذهني. لكن مسألة البانينكا أعتقد بأنه الكل يتأسف الكل يتحسر، لكن لا ننسى كذلك بأنه حكيمي سجل بانينكا أمام المنتخب الإسباني لما مرنا وكانت آخر ركلة جزاء. زيدان سجل بانينكا في نهائي كأس العالم صحيح أمام يعني المنتخب الإيطالي. يعني أنا بالنسبة لي لا ألوم اللاعب بقدر ما ألوم ممكن القرارات المدرب، لأنه في بعض الأحيان قرارات المدرب ليس فقط في تغيير أو تجديد بعض المراكز، لكن كذلك حفاظا على اللاعب نفسه. فلو المدرب قام بما يجب القيام به بالزج بلاعبين على مستوى الانتعاشة البدنية، أعتقد بأنه ممكن أن تكون المباراة تأخذ مسار آخر، لكن هذه هي كرة قدم قدر الله ما شاء فعل. وتأكيدا لكلمة أنا باستثناء التغيير الأول اللي كان في المباراة الأولى لجزر القمور بدخول الكعبي بعد ما المدرب تدارك ممكن التغييرات، الزلزولي أيضا الزلزولي لم أستحضر نهائيا على مستوى التغييرات غيرت من شكل فريق الهجوم أول مباراة وآخر مباراة، وبالتالي تجسدت في المباراة النهائية. ونحن دائما نتكلم إذا تريد أن تفوز باللقب هناك تفاصيل. في رأيي الشخصي هذا التفصيل الأول والمحوري الذي لم نحقق به ركلة الجزاء، ويجب التعامل مع دياز كما يجب التعامل مع كل اللاعبين اللي حاضر واللي جاهز واللي أثناء المباراة لم يؤدي بشكل جيد. أعتقد بأنه المدرب لديه كل الحرية وكل الصلاحية من أجل يتم تغييرهم وإدخال لاعبين قادرين على أنهم يقوموا بالواجب كذلك. واضح طبيعي. بديت بكابتن بالاستاذ محمد المغودي وكابتن ربيع العفوي باعتبار نعرف يعني ممكن اقرب للمنتخب المغربي. نمشي للكابتن علاء ميهوب. كابتن علاء ميهوب، اعتقد ان الصوره التي شاهدناها في هذا الدور النهائي الحقيقه صوره مسيئه لكره القدم الافريقيه. لم نتمنى ان نشاهد نهائي رغم القيمه الفنيه لهذه المباراه تقريبا الى حدود دقيقه 89 افضل دور نهائي من الناحيه الفنيه. يعني الحقيقه دور نهائي رائع جدا رغم عدم وجود اهداف. الجميع مقتنع انه تقريبا الافضل من الناحيه الفنيه في السنوات الاخيره، ولكن مع الاسف الذي شاهدناه الحقيقه ادانه الجميع حتى الاتحاد الدولي لكره القدم ادانا تلك الصور التي شاهدناها في هذا النهائي. تحياتي ليك يا هيكل، وكالعاده سعيد بوجودي في ضمن برنامج الاسره الكره العربيه. بتفق معاك تماما يا هيكل. مبدئيا بس بقول للاستاذ محمد وكابتن ربيع يعني هارد لك، كنا نفسنا النهارده نبارك للمغرب، لكن الكاس ذهبت
للاحسن فنيا وبدنيا حتى في خلال المباراه. لكن هي دي يعني كره قدم كده، يعني فيها اوقات بتبقى قاسيه جدا جدا، واوقات بتبقى عادله، واوقات ما فيش عدل اساسا في كره القدم. كره القدم حاجه ما نقدرش تتوقعها اساسا. لكن في الاخر قبل ما اتكلم على اي حاجه بتكلم على من اول البطوله لاخر البطوله قمه الجمال اللي عملته المغرب في البطوله. حاجه يعني الناس كلها تتكلم عليها سنين كتيره جدا جدا، زي ما اتكلمنا على كاس العالم اللي كانت موجوده في قطر. هنتكلم على بطوله الامم اللي نظمتها المغرب بشيء من الابهار في كل حاجه. استاذ محمد موجود اتكلم على كل حاجه، حتى الامن، على كل حاجه. فطبعا تحيه للشعب المغربي والقائمين على الكره في المغرب على البطوله الجميله دي. نهائي مش طبيعي، يعني اتفرجت على نهائيات كتير جدا يا هيكل، نهائي قوي جدا، جماهير المغرب عامله شكل حلو قوي. المباراه انت مش قادر تغمض عينك من المباراه. المباراه حماسيه جدا، قويه جدا، فيها جهد بدني مش طبيعي. واضح خلال المباراه حتى الاكسترا تايم ان بدنيا لعيبه السنغال اجهز، فنيا هم كانوا فنيا اكتر كمان من المباراه، من بدايه المباراه. يعني كنت استعرضت المباراه يا هيكل، فرص السنغال كانت خطر جدا، يعني وفي فرصه كمان بعد الهدف شالها ياسين بونو اللي هو احسن حارس في البطوله ويستحقها بجداره. كانت ممكن تبقى 2-0، كانت الامور بقت اوحش بكتير. لكن الصوره الحلوه دي جيت بقلم اسود وعملت خطوط كتير قوي سودة، بوظت الصوره نفسها باللي حصل من السنغال. يعني تصرف اساء للكره الافريقيه كلها، يعني اداك انطباع لان الكره الافريقيه او الاتحاد الافريقي ضعيف، في ضعف الاتحاد الافريقي. ودي حاجه بنتكلم عليها كتير في البرنامج ده على فكره، من خلال مباريات الشامبيونز ليج على كل المستويات. دايما بنقول في ضعف في كل حاجه. تحس ان الاتحاد الافريقي مش اتحاد قوي، يعني ما تحسش ان هو عنده في حاجات كده انت محتاج تبان قوتك فيها. الاتحاد الافريقي اتحاد ضعيف، وضحت جدا باللي حصل باللي حصل من السنغال. مهما كانت البطوله ومهما كان القرار، الشكل العام وحش، شكل عام وحش جدا جدا جدا. اللي خلى الشكل كويس قوي وجود قائد زي ساديو ماني، هو اللي رجع الفريق تاني، مش حد تاني. يعني المدير الفني كان عايز يخرج الفريق ويخرج، لكن ساديو ماني دي قيمه اللعيب الكبير اللي عندك، هو اللي رجع الفريق تاني وآمن بحظوظه والمباراه مشيت. لكن الشكل وحش جدا 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 يا هيكل. ما ينفعش بطوله كبيره زي دي تقريبا العالم كله بيتفرج عليها ويحصل المنظر ده. منظر بجد مشين جدا جدا جدا، وده كله في شكل الاتحاد الافريقي واكيد في الاتحاد السنغالي، وكان شيء صح يحصل كده في البطوله وجمالها واللي حصل فيها. صحيح. ولو انه نرجع للقرار، خلينا نكون واضحين، لانه تقريبا العالم الكل، لانه المنتخب السنغالي خرج من الملعب باثر رجعي، لانه ضربه جزاء المنتخب المغربي واضحه، يعني ضربه جزاء موجوده، ضربه الجزاء تقريبا ولا محلل ولا خبير تحكيمي شكك في وجود ضربه جزاء للمنتخب المغربي. وجون جاك ندالا تقريبا من افضل المباريات اللي قدمها الى حدود دقيقه 89. خطا جون جاك ندالا انه صفر في هدف المنتخب السنغالي عند المخالفه. المفروض انه يترك الفرصه، يترك العمليه تكمل ثم يصفر المخالفه، والفار سيؤكد المخالفه. ولكن جون جاك ندالا الخطا انه صفر مباشره مع المخالفه. هذا هو خطا المباراه، والمنتخب السنغالي انسحب باثر رجعي على هذه المخالفه ولم ينسحب على ركله الجزاء. نمشي للاشياء الايجابيه، لانه تحدثنا في عديد الاشياء الدراماتيكيه ان صح التعبير في هذه المباراه وتحدث فيها كابتن علاء. نمشي لكابتن ناصر، لانه مهم جدا ان يكون لاعب رمز في الملعب، لانه ما فعله ساديو ماني الحقيقه ممكن الشيء الايجابي الوحيد الذي يحسب للمنتخب السنغالي في هذه المباراة. أتحدث من الناحية الانضباطية، لأنه من الناحية الفنية بعد قليل مع سيد أحمد ممكن سنركز أن المنتخب السنغالي منتخب قوي جدا على كل المستويات، ولكن من الناحية الانضباطية ما قام به ساديو ماني رائع جدا، لأنه تحدى الجميع، تحدى الإطار الفني، تحدى اللاعبين. شاهدناه حتى مع كلود لوروا، كان يتحدث معه، قال لكلود لوروا، وكلود لوروا صرح بهذا يوم أمس في كانال بلوس، قال ساديو ماني استشارني وقال لي ما الذي يجب أن أفعله في هذا التوقيت بالذات. وكلود لوروا قال له يجب أن تعود للعب، وهذا ما قام به
ساديو ماني ويحسب لهذا اللاعب. رائع جدا أن يكون ناصر البدوي. أول حاجة هارد لك الربيع ومحمد المغولي على عدم التتويج باللقب، لكن المنتخب المغربي في نهاية الأمر عمل دورة ممتازة برشا، وكان شرف الكل العرب أنه المغاربة نظموا بطولة إفريقية باش تقعد في أذهان كل الحاضرين، كل اللاعبين اللي شاركوا في البطولة هذه، ونعتبر هذه حاجة مش غريبة على الشقيقة المغرب اللي عملت مجهود كبير. بما يخص ساديو ماني، نعتقد انه اللاعب هذا مهم برشا، كما كنت تحكي انت اخويا هيكل، انه يبدا عندك ملاعب في قيمه ساديو ماني اللي قادر في الاوقات الصعيبه، في الاوقات اللي تستحق للحكمه، تستحق للرزانه، تستحق لاعب يكون حتى اكثر من المدرب. احنا شفنا المدرب خرج من العقل نتاعو ولا كلاعب. المفروض اللي يعملوا المدرب عملوا ساديو ماني، وهو كان المدرب، هو كان المؤطر، هو كان المسؤول، هو كان اللي خذا قرار نعتبره تاريخي، وهو اللي خلى القرار هذا المنتخب السنغالي يتحصل على اللقب هذا، هو اللي ما فقدش التركيز نتاعو. هذوما الكل نعتبرهم حاجات ايجابيه، وزيد كيف رفعت اخلاقه اللي مش غريب عليه. ساديو ماني ظهر لي تاريخه يحكي عليه، ويحكي على اخلاقه، ويحكي على انضباطه، ويحكي زاد على الحكمه. السؤال اللي اليوم ساله بالنسبه لي انا للمدرب كلود لوروا، المدرب نسيت اسمه انا، قال له معناتها شنو نعمل في المرحله هذه بالذات؟ قال له انا في بلاصتك معناتها نرجع ملاعبيتي ونرجع الفريق نتاعي يلعب المباراه، وهذا نعتبر حاجه مهمه برشا بالنسبه للملاعبي من قيمه ساديو ماني. بالله من بكري حكيت قوس انا نعتبره مهم برشا اللي كان يحكي فيه محمد المغولي. بالنسبه لي انا المدرب المغربي اللي نعتبر وليد الركراكي، حتى لا فيديو ماتش قبل المباراة النهائي في الندوة الصحفية سمعته كان متشنج، سمعت التصريحات نتاعو كان متشنج، كان بعض النقد الناس اللي تنقد فيه قبل المباراة قبل النهائي، وكأني بيه خذا اللقب قبل ما ياخذ اللقب. زاد راهو هيكل انت تعرف البطولات والألقاب وتلعب ضد فريق في مستوى السنغال، راهو يتحضر على كل الجزئيات، ما يتحضرش حاجات تتحضر وحاجات ما تتحضرش. سيناريو كيما هذاك كيما قلت انت وكيما قالوا الخيال الكل، وانا نشاطرهم في الرأي. وقتها كان مطالب انت مش مشكلتك انت تزفر ضربة جزاء يخرج الفريق السنغالي ما يخرجش، مش مشكلتك انت مشكلتك الوحيدة انك تحاول تأطر ملاعبيتك باش ما تخرجهمش من المباراة، انت تحاول تخلي ملاعبيتك مركزين على المباراة، على خاطر هما في قرارة نفسهم بتظفير ضربة الجزاء. الإطار الفني والملاعبية والناس الكل كانوا يعرفوا ضربة الجزاء كانت مصيرية وكانت مهمة، وكانت معناتها اني باش تعطي اللقب للمنتخب المغربي. ظهر لي نقولوا احنا الفاسيليتي، السهوله اللي مشات بها الاطار الفني، ما كانش فما واحد رزين كيما ساديو ماني اللي ينجم يرجع الناس الكل في المكان نتاعهم. وهذا علاش انا نعتبر زاد كانت هذه مفصليه. راهو يا هيكل انت تقعد ربع ساعه وبالتشنج هذاك ودياز ابراهيم دياز يلقى روحه بعد ربع ساعه، والضغط اللي عملوا عليه ماندي واللي عملوا عليه ملاعبيه السنغال، وبعد يلقى روحه عنده ضربه جزاء مصيريه وما كانش في احسن حالاته. زاد حتى ضربه جزاء سامحني كيفاش تعطي الملاعبي وهو مش في الثقه نتاعو توب فورم نتاعو، على خاطر في المباريات الاخرين صحيح سجل 5 أهداف وكان في التوب فورم نتاعو، لكن يوم النهائي ما كانش في احسن حالاته. زاد كيف راهم حاجات كي من هذوما راهو خدمه المدرب، راهو ما نجموش زاد نحكيو على اخفاق وما يتحملش مسؤوليته المدرب، على خاطر المدرب هو اكثر انسان عايش مع الملاعبيه مباشرهم، يعرف نفسيتهم، يعرف نفسيته ممسوسه مش ممسوسه. هذا من كل حاجات راهم زاد كيف هيكل عندهم اهميه كبيره. والكرة في نهاية الأمر أنا نقول ما تحبش التعالي، ما تحبش مهما تكون اسمك ومهما تكون الإنجازات الرياضية عملتها، كل مباراة عندها الواقع نتاعها، عندها تاريخها، لابد نعطيوها حقها الكافي على خاطر تتلعب على جزئيات. وظهر لي الجزئيات هي عملت الفارق. من نعتقد حتى المنتخب السنغالي استغل الجو العام باش يوتر الملاعبية نتاع المغرب باش يوصلهم للوضع هذاك، وهذا الكل استراتيجية. بالرغم انه التصويرة ما كناش نتمناو نشوفوها، ما كناش نحبذوا نشوفوا تصويره من هذيك، على خاطر ما تليقش بنهائي كاس افريقيا اللي العالم كامل يتفرج فيه وعنده حظوه كبيره. وهذا علاش ماذا بينا تصاور هذوما مع الشفوم، وماذا بينا زاده مع كامل احتراماتي وخاصه للمدرب نتاع الفريق السنغالي، لابد اول انسان يتحمل مسؤوليته كبرى، ولابد فما عقوبات صارمه تكون في اتجاهه. هذا منتظر بالنسبه لبابي تشاو
مدرب المنتخب السنغالي، منتظر أن تكون هناك عقوبات للمنتخب السنغالي، ممكن لن تكون في حجم عقوبات فريق انسحب من الملعب، ولكن ستكون هناك عقوبات كبيرة باعتبار قيمة الحدث. دور نهائي متابعة تقريبا في كل أنحاء العالم، لهذه العقوبات منتظرة بالنسبة للمنتخب السنغالي.